تصريح خطير من ميسي يفاجئ به النادي الأهلي بعد تعادله مع إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية، ويوجه رسالة نارية لبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي بسبب الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، قم بعمل متابعة لصفحتنا لنرى كم عدد محبي الأهلي، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد تعادل النادي الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية سلبيا في المباراة التي أقيمت على ملعب هارد روك بالولايات المتحدة، فقد صرح قائد إنتر ميامي الأمريكي ميسي وأدلى بتصريحات مباشرة بعد هذه المباراة وقال: كنا محظوظين للغاية اليوم، خاصة في الشوط الأول. النادي الأهلي قدم أداء قويا وضغط علينا بشكل كبير، وأهدر العديد من الفرص الحقيقية. أعتقد أنها تجاوزت 6 فرصا مؤكدة، من بينها ركلة جزاء تصدى لها حارسنا أوسكار ببراعة. الأهلي أيضا سجل هدفا خلال الشوط الأول تم إلغاؤه بداعي التسلل، وكان الطرف الأفضل بوضوح. في الشوط الثاني تحسن أداؤنا وسيطرنا نسبيا على مجريات اللعب، لكننا بدورنا لم نكن محظوظين وأهدرنا عددا من الفرص. البعض اعتقد أن مواجهة فريق أفريقي ستكون سهلة، لكن الأهلي أثبت اليوم أنه خصم صعب وعنيد. واجهنا فريقا منظما تكتيكيا يتميز بإغلاق المساحات ومنعنا من التحرك بحرية. شخصيا لم أشعر بالراحة داخل الملعب بسبب الانضباط الدفاعي الكبير الذي فرضه مدرب الأهلي. هذه المباراة كانت صعبة، والتعادل فيها يعتبر نتيجة إيجابية بالنسبة لنا في ظل ما قدمه الأهلي. لا أستغرب إن تأهل الأهلي كمتصدر للمجموعة أو حتى في المركز الثاني، لأن ما قدمه اليوم يؤكد أنه من الفرق القوية في البطولة. أعتقد أن فريقي بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي سيواجهان صعوبة كبيرة أمام هذا الفريق المنظم. الأهلي فريق كبير ويلعب بأسلوب تكتيكي واضح، ويملك مجموعة من اللاعبين المميزين الذين برزوا بشكل لافت، خاصة في الشوط الأول. المجموعة أصبحت معقدة جدا، والأهلي أثبت اليوم أنه أحد أبرز المرشحين للوصول إلى الأدوار الإقصائية. اليوم كانت الأجواء رائعة على ملعب هارد روك. جماهير الأهلي أظهرت شغفا كبيرا وشجعت فريقها بقوة طوال اللقاء، وكان حضورهم مؤثرا ومميزا. كما أود أن أشكر جماهير إنتر ميامي التي دعمتنا حتى اللحظة الأخيرة. هذا ما يجعل كرة القدم جميلة